السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا طلاب تانية ثانوي؟ ان شاء الله باذن الله معاكم الدكتور خير، وان شاء الله السنة دي هنشرح معاكم منهج الاحياء لتانية ثانوي. واول حاجة معانا النهارده هي التغذية. السنة دي الاحياء ممكن نوعا ما تقيلة شوية، والناس بيقولوا عليها تقيلة شوية، ولكن معايا باذن الله كل حاجة هتبقى بسيطة. انا اولا في المقدمة كده حابب اعرفك بنفسي. انا طالب في كلية الطب، والنهارده هشرح معاك اول حصة في حصص الاحياء، ومعانا على موعدنا في فصل التغذية. واول حصة النهارده هنتكلم عن التغذية الذاتية، وهنفرق كل حاجة وهنبسط لك كل حاجة. بس قبل ما ابدا لازم تسمعني الدقيقتين دول بس بالظبط. عايز اوضح لك احنا هنمشي على ايه طول السنه، واحنا هنعمل ايه، وايه هي المميزات اللي عندنا اللي مش هتلاقيها عند غيرنا، علشان هي دي اللي هتقرر هتتابعنا ولا مش هتتابعنا. اولا ان شاء الله في ثلاث مميزات مهمين جدا لازم تسمعهم مني. اولا هعمل لك جروب على التليجرام خاص لتانية ثانوي، وهسيبه لك في اول تعليق تحت وفي الديسكربشن. لازم تخش على الجروب دوت على طول اول ما تلاقيه تحت في الكومنتات، علشان هستناك هناك. هرد على كل الاسئله اللي هتقف معاك، واي اسئله انت هتجيبها واي استفسار انت عايزه، اي حاجه تخص منهج الاحياء باذن الله هجاوبها في الجروب دوت. استناكم هناك على الجروب، فانزل دلوقتي وما تضيعش وقت. وتاني ميزه ان شاء الله معانا ان احنا هنحل جميع الكتب الخارجيه. ايوه، جميع الكتب الخارجيه هنحلها في تانية ثانوي الاحياء. كل الكتب المشهوره باذن الله هنجيبها كده اول ما تنزل في السوق، وهبدا احلها لك واحل لك كل الافكار. هاخد لك اهم الاسئله واهم الافكار اللي في كل الكتب، جميع الكتب الخارجيه اللي هي دايما بيركزوا عليها في الامتحان، علشان يبقى احنا لمينا كل الكتب الخارجيه اللي موجوده في السوق. واي اسئله الوزاره هتنزلها احنا باذن الله هنحلها هنا اول ناس على القناه. كده اول حاجه جروب التليجرام مهم جدا عشان ارد على كل اسئلتك، واعتبرني اخوك الكبير، واي حاجه تقف معاك لازم تخش تقول لي على طول فورا انك واقف معاك الحته دي مش فاهمها، الحته دي في جزئيه الشرح انا ما فهمتهاش منك، او سؤال في كتاب خارجي ما فهمتوش كويس انا هفهمه لك واوضح لك كل حاجه باذن الله. فكده اول حاجه معانا جروب التليجرام، وتاني حاجه باذن الله هنحل كل الكتب الخارجيه. فكده ميزتين مهمين جدا وقويين جدا، ومش هتلاقي حد على اليوتيوب عامل لك الخدمات دي او المميزات ديت. وثالث ميزه باذن الله ان انا هفهمك فهم عميق جدا 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 على النظام الجديد، وكمان هحفظك باسهل الطرق. يعني على قد ما اقدر ربنا يقدرني، واي طريقه حفظ مناسبه باذن الله هكون عارضها لك هنا على البورد على طول، وهقول لك امثله عشان نعرف نحفظ الحاجه المعينه المكلكعه مثلا عندك في المنهج، عشان تقدر تحفظ بكل سهوله وتفهم بطريقه ابسط واسهل كمان. فما تقلقش خالص من الاحياء السنه دي باذن الله، وهتابع معاك اول باول كانك في درس خصوصي بالظبط. فما تقلقش من الاحياء، ويلا بينا بقى. احنا اتكلمنا كتير، هنتكلم النهارده عن ايه؟ هنتكلم النهارده عن التغذيه، الغذاء اللي احنا بناكله، الاكل اللي احنا بناكله، الاكل اللي احنا بناكله كل يوم. انا كانسان مثلا كل يوم باكل ايه؟ يلا قول. على الفطار باكل فول وفلافل وعيش وجبنه وحاجات كده. يعني الفول ده ايه؟ الفول بروتين، والعيش كربوهيدرات. زي يلا بقى افتكر بقى ايام اولى ثانوي بقى، الكربوهيدرات اللي موجود في العيش وموجود في الرز وموجود في المكرونه، وبناكل البروتين اللي موجود في الفول وموجود في اللحمه وموجود في السمك وموجود في الفراخ، موجود في حاجات كتير البروتين. وكمان بناكله الليبيدات. ايوه الليبيدات، الدهون اللي انت اخدتها في الدرس الثاني في اولى ثانوي. الليبيدات اللي هي الدهون اللي موجود في الزيت اللي بتحط على الفول، في الزبده، في السمنه، في الحاجات دي كلها. ثلاث دروس اللي احنا اخدناهم في اولى ثانوي اللي هي الليبيدات والكربوهيدرات والبروتينات مهمين جدا، لان دول هو المركبات العضويه الاساسيه في جسم الانسان وفي جسم اي كائن حي. وايه هي الكائنات الحيه؟ افتكر يلا اولى ثانوي كانت الحيه، وابتدائي واعدادي كانت الحيه نبات انسان وحيوان. طبعا نبات وانسان وحيوان عندهم ايه؟ عندهم جوه جسمهم كربوهيدرات وليبيدات وبروتينات. علشان كده احنا نعمل ايه؟ بناكل حاجات فيها كربوهيدرات وليبيدات وبروتينات، علشان ندخل الجزيئات ديت عندنا جوه جسمنا ونبني جسمنا، ولو متعورين يعوض الانسجه التالفه، وعشان نحصل على الطاقه، وعشان نعمل حاجات كتير جدا اهميتها اللي احنا خدناها في اولى ثانوي، وهنعيد عليها نبذه بسيطه جدا في ثانيه ثانوي. فالتغذيه هو الاكل اللي احنا بناكله. طيب دلوقتي انا كانسان عندي بق، ايوه عندي بق. طيب انا كده باكل بايه؟ باكل ببقي، باكل من حته ثانيه؟ لا، ما باكلش من حته ثانيه. انا بحضر اكل كده في المطبخ، وبعمل مثلا الفول والفلافل والحاجات دي كلها، بقوم اخد الاكل وحاطه على السفره، ابدا اكل بقى ايه ببقي؟ الفول والفلافل والجبنه والحاجات دي كلها، والغدا والعشاء والحاجات دي كلها. هل بقى النبات اللي انا عندي مربيه عندي جوه، النبات اللي انا مربيه عندي جوه في البلكونه، بحط له مع الميه كل يوم الصبح بحط له اكل؟ بحط له مثلا ايه؟ بقطع له كده عيش مثلا، وبحط له كده على الطور بعيش، بحط له مثلا شرايح لحمه، بحط له فول، بحط له فلافل، باكله؟ يعني انا باكل النبات بتاعي كل يوم؟ لا، ما بيحصلش. انا بحط له ايه؟ بحط له ميه بس. فانا لما اقوم من نومي الصبح بعمل ايه؟ بخش على البلكونه بتاعتي علشان نشوف الزرعه اللي انا مربيها، بشوفها، بحط لها ميه، عايزه حاجه مثلا احط لها سماد، اغير لها التربه، اغير لها الحاجات بتاعتها والحاجات دي كلها. فانا هل انا بحط الصبح مثلا عيش، بحط لحمه، بحط لها اكل؟ هل هي النبات ذات نفسه عنده مثلا بق، عنده بق بياكل بيه حاجات؟ هل هو النبات اللي عندي جوه في البلكونه عنده بق بياكل بيه عيش، بياكل بيه فلافل، بياكل بيه طعميه، بياكل بيه فول، بياكل بيه اي حاجه؟ لا، ما بياكلش. كده احنا نستنتج ان في نوعين من التغذيه، نوعين من طرق الاكل المختلفه. في انسان بياكل ببقه، وفي نبات
بياكل ازاي النبات؟ احنا اخدناه في ابتدائي واعدادي وثانوي، عمليه البناء الضوئي اللي بتعمل ايه؟ بتصنع غذائها في نفسها، يعني جوه جسم كده، جوه جسم النبات بتصنع غذائه، وبيصنع الكربوهيدرات المهم، وبيصنع البروتينات المهمه، وبتصنع الليبيدات المهمه لجسمها، لجسم النبات اللي عندي. هل انا كانسان مثلا يعني بروح كده اخد تان كده مع الشمس كده، وبقعد كده تحت الشمس، اقوم بقى ايه، يلا بقى اما اخد النهارده وجبه الغداء بتاعتي، واقعد تحت الشمس كده في البلكونه عندي، واقول ايه، انا دلوقتي ايه، جسمي بيصنع الاكل جوايا مثلا، بيصنع البروتينات، بيصنع الكربوهيدرات، بيصنع الليبيدات؟ لا، لازم الانسان بنفسه يروح هو يحضر اكله وشربه، وياكل نفسه ببقه. اي حاجه بتتاكل بالبق، اي حاجه بتتاكل بالبق عن طريق الفم، اللي هي ايه، مثلا الانسان بياكل ايه، بياكل الجاموسه، وبياكل البقره، وبياكل الحاجات دي كلها، وبياكل الفرخه، وبياكل الارنب، وبياكل الحاجات دي كلها. هل هو اللي صنع غذائه بنفسه زي النبات؟ النبات كده قاعد في الشمس وياخد الضوء، وياخد ثاني اكسيد الكربون، وبياخد الميه والاملاح، وبيبدا بقى عمليه البناء الضوئي اللي بتحصل في الكلام دوت اللي انا بقوله دوت. مش غريب عليك لو انت مش عارفه، انا هعيده لك النهارده تاني، مع انك اخده في ابتدائي اللي هو رابعه ابتدائي وخمسه ابتدائي، واخده في اعدادي، واخده في ثانوي، يعني اخدته كتير جدا. لازم الكلام ده تكون عارفه. البناء الضوئي حاجه عبيطه جدا، اسال اخوك الصغير يكون عارفها. ما حدش في الدنيا ما يعرفش يعني ايه بناء ضوئي. ضوء، ثاني اكسيد الكربون، ميه، املاح، بيعملوا بناء ضوئي في الورقه، وبيصنع الغذاء وينشره لجميع اجزاء جسم النبات. ده سهل جدا. هل الانسان مثلا بيعمل بناء ضوئي جواه؟ لا، الانسان ما بيعملش. النبات هو بس اللي بيعمل. هل الحيوان بيعمل بناء ضوئي؟ الحيوان برضو ما بيعملش. يبقى كده عندنا ايه؟ عندنا نوع من التغذيه، في تغذيه ذاتيه وفي تغذيه غير ذاتيه. الذاتيه معناها في اللغه العربيه يعني نفسي، انا اللي بصنعها بنفسي، انا اللي بصنعها في نفسي. مين اللي بيصنع الغذاء في نفسه؟ مين اللي بيصنع الغذاء ذاتيا؟ اللي بيصنع الغذاء ذاتيا هتقول لي النبات. انت لسه قايل لي النبات، انت كده الله ينور عليك ومتابع كويس جدا. طيب الانسان بقى ايه؟ بياكل على الجاهز، بياكل الفرخه على الجاهز، بياكل الجاموسه على الجاهز. يبقى كده النبات دوت ايه؟ يبقى كده الانسان ده ايه؟ الانسان نوعه غير ذاتي، غير ذاتي التغذيه. الطريقه اللي بياكل بيها الاكل بتاعه غير ذاتيه. مش يعني الانسان كده ما بيقعدش تحت الشمس ويصنع غذائه بنفسه، مش بيصنع غذائه بنفسه، لا، الانسان ده بيروح يفترس فريسه، يعني بيروح كده ايه، يلاقي فرخه معديه يقوم يلا ذابحها على طول واكلها، ويلا محمرها واكلها مع الرز وبتاع وحاجات كده، ويقوم اكلها. هل هو اللي صنع غذائه جوه خلاياه، او هو اللي صنع غذائه جوه جسمه، او هو اللي صنع غذائه جوه انسجته؟ لا، ما حصلش الكلام ده، حصل في النبات فقط. يبقى كده اول معلومه عديناها. نخش بقى على المعلومه اللي بعدها. عندنا بقى ايه؟ في انواع غير الذاتيه. مش الانسان بس اللي بيعمل الحاجه ديت، لا، عندنا في حاجات عضويه، يعني في انواع عضويه ورميه وطفيليه. هنفهم كل حاجه واحده واحده، مع اننا اخدناهم قبل كده، ولكن الكلام دوت بدائي، فانا هقوله على السريع. العضويه اللي غير ذاتيه، العضويه اللي هو اكلات العشب. ايه هو اللي بتاكل العشب؟ الحيوانات الاليفه اللي بتاكل العشب. عندنا مثلا ايه؟ لو احنا مثلا مربيين على السطح، عندنا شويه معيز مثلا، او لا بلاش معيز، شويه فراخ على شويه بط وبتاع، الحاجات دي بتاكل الحاجات الخفيفه، العشب، الحاجات اللي هي البسيطه. مربيين عندنا مثلا في الارض بتاعتنا، مربيين معيز، مربيين بقر، بياكلوا الاعشاب الخضراء الحلوه دي. ولكن في حاجات تانية برضو، اكلات لحم. اكلات اللحم دي هي اللي بتاكل، اللي بتفترس الحيوانات المفترسه، زي الكلاب، زي النمور، الاسود، القطط، اللي بياكلوا لحم الكائنات التانية. يعني الاسد بياكل لحم الغزاله، النمر بياكل لحم اللي جنبه ده، يعني بياكلوا لحوم بعض. دول حيوانات مفترسه، اكلات لحوم. انما الانسان دوت متنوع الغذاء، بياكل لحم يلا، وبياكل برضه عشب يلا، يعني ما بيقولش لا يحط بقى الجرجير بقى والبقدونس والكزبره والحاجات دي على الفطار ويلا ياكل اعشاب، ويعمل ايه، وجنبه صينيه فرخه عامله كده، فرخه محمره، وعمال ياكل ايه، ياكل لحم. يعني بياكل لحوم وبياكل اعشاب. يبقى الانسان متنوع. بقى اكلات العشب واكلات اللحوم ومتنوعه الغذاء ديت من الطرق الغير الذاتيه العضويه. طريقه اسمها غير ذاتيه عضويه، ياكل المركبات العضويه بتاعت الكائنات الثانيه، زي الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات. ما الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات احنا اتفقنا اللي هو موجود في اجسام جميع الكائنات الحيه، زي ايه، زي كل اللي احنا قلناه، زي الارانب، زي النبات، زي اي حاجه، اي كائن حي، زي الانسان. كل الكائنات الحيه اللي بتتنفس وعايشه على الارض ديت فيها مركبات عضويه، اللي هي ليبيدات وكربوهيدرات وبروتينات. يبقى كده ديت خلصنا الصف الاولاني، الطريقه الغير ذاتيه العضويه. في طريقه بقى غير ذاتيه رميه، ومن امثلتها الرميه. انت عارف رميه بتترمم على حاجه، يعني ايه، رمه كده. عارف الرمه لما بيشتمك بيقول لك انت رمه؟ انت عارف يعني ايه انك انت بتاكل الجثث. عارف يعني ايه جثث؟ يعني مثلا في قطه دلوقتي مثلا، لا قدر الله، واحد كان سايق العربيه قام ايه خبط، او واحد كان سايق توك توك قام خبط قطه، وخلاص بقى ده شملها وبقت جثه على الارض، واحشائها طلعت وخلاص طلعت. بعد يوم، يومين، ثلاثه، اربعه، تحت بيتك هي، ايه ده، في ريحه وحشه قوي، في ريحه وحشه قوي، بقى لها كام يوم. ايه الريحه دي، ايه الريحه دي؟ تكتشف عمال تدور في البيت، تدور تحت البيت، تدور يمين، تدور شمال، هتلاقي في الاخر قطه مرميه تحت بيتك. واحد انسان ما عندوش ضمير
وهو معدي بالتوك توك بتاعه او العربيه بتاعته هرسها دهسها لحد يوم يومين 3 4 5 6، عمل ايه؟ طلعت ريحه. ليه بقى طلعت ريحه؟ ليه الجثث بتطلع ريحه؟ علشان بتتكون عليها، بتحط عليها ايه؟ بكتيريا من الهواء او فطريات من الهواء. البكتيريا والفطريات دي تتعشش كده على الجثه، بتاكل في الجثه، يعني عشان كده ديت كائنات رميه تترمم على الجثث. الكائنات الغير الحيه او الكائنات الميته، الجثه طلعت ريحه ليه؟ بسبب ان موجود بكتيريا وفطريات عليها بتاكل تاكل تاكل وتتكاثر، تاكل تاكل وتتكاثر. بيحصل ليه؟ عمليه تكاثر وعمليه اكل اكل اكل، فتطلع ريحه بقى لان اتلم عليها البكتيريا وتلم عليها الفطريات وبقت حاجه مقرفه. علشان كده اي جثه لازم ندفنها. عرفت بقى لما بيشتموك في البيت يقول لك انت ريم؟ يلا انت ريم، عرفت يعني ايه؟ يعني انت ايه؟ انت بتتطفل على الجثث. من الاخر بيقول لك انت كائن معفن. اخر نوع من انواع الغير الذاتيه في الطفيليه، تتطفل على حاجه. مثلا قاعد بيتكلم واحد صاحبك وتلاقي واحد معدي كده ايه، بتتكلم في اي موضوع، يقول لك ايه الاخبار، بتقولوا ايه؟ طب وانت مالك يا اخي؟ بيتطفل عليكم، اقتحم خصوصيتك، بيخش عليك كده وانت ما سمحتلوش انه يخش. دوت بيحصل برضه هنا في بعض الكائنات زي البلهارسيا. البلهارسيا دي كلكم سمعتوا عنها، اللي موجوده في الترعه. لما الانسان بينزل من الترعه ويخش البلهارسيا مثلا من بقه باي فتحه في جسمه، لما البلهارسيا بتخش في جسمه تقعد فين؟ بتقعد في الامعاء وتقعد في البطن، بتقعد عنده في بطنه. فالبلهارسيا لما تقعد في بطنه تبدا تتكاثر. كل لما انت تاكل اكل مثلا وينزل تحت 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 لحد ما يوصل للامعاء، موجود فيه بلهارسيا جوه. فالمفروض الاكل اللي انت بتاكله دوت انت اللي تستفاد بيه. البلهارسيا بارده، كائن متطفل، كائن رزل، كائن سئيل، بياكل من الاكل اللي انت بتاكله. يعني انت مثلا اكلت نص فرخه النهارده، هي اكلت ربع وجسمك اخر ربع. ليه؟ لانه كائن متطفل، كائن وحش. عندنا بقى اخر حاجه من الامثله على الطفيليه، نبات الهلوك. ده بيتطفل على نبات الفول، بيطلع كده على نبات الفول وبياكل غذائه زي عملة البلهارسيا مع جسم الانسان بالظبط. دوت برضه نبات تاني لقى نبات جنبه كده، قام ايه؟ طلع حواليه ولف حواليه بياكل من الغذاء اللي هو بيعمله، يعني بيمص دمه بالاصح. كل الامثله اللي موجوده ديت كلها تعتمد على كائن تاني. مفيش مثال من الامثله ديت بتصنع غذائها بنفسها زي النبات، لا، مفيش حاجه من الامثله دي بتصنع غذائها بنفسها. كل دول بيتطفلوا على حاجه تانيه. انا كانسان باكل لحمه وباكل فراخ وباكل جرجير، باكل اعشاب، باكل حاجات كتير، وهكذا اكلات العشب واكلات اللحم. وبرضه البكتيريا والفطريات ديت حاجات رميه، حاجات رمه كده بتاكل الجثث، بتتطفل على الجثث. والطفيليه بقى ديت بتتطفل على انسان عايش، انما الرميه تتطفل على انسان ميت. الطفيليه انسان عايش زي البلهارسيا وزي الهلوك. كده خلصنا النوع الغير الذاتي، نخش بقى على النوع التغذيه الذاتيه اللي بتصنع غذاء بنفسها. ومن امثلتها النباتات وبعض البكتيريا. بعض البكتيريا مش كلها. يبقى النباتات وبعض البكتيريا بيعملوا تغذيه ذاتيه، بتصنع الغذاء جواها، جوه جسمها، جوه جسم الكائن الحي، جوه جسم النبات وجوه جسم البكتيريا بتصنع الغذاء جواها. زي ايه؟ زي النبات هنا بيحصل ايه؟ دي الاوراق وده الساق وده الجذر. هنا في تربه، في ايه؟ في تربه بنحط لها ميه الصبح. فالميه دي دايما 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 الميه بيبقى فيها ملح، حبه ملح في الميه. فالميه والملح يطلعوا من الجذر، يطلعوا لايه؟ تعالى بقى نكتب كده. اول ما يطلعوا من الجذر يلاقي طريق كده وسائل مواصلات في النبات، ان شاء الله هناخدها السنه دي، اسمها خشب. اسمها ايه؟ اسمها خشب. الخشب دوت بينقل الماء، بينقل الماء ويوديه هنا للساق. هنا كده يطلع كده كباري كده للساق، ويوديه كمان للورقه. يبقى كده ايه؟ يبقى كده الميه اللي كانت موجوده في التربه بتركب في وسائل المواصلات اللي موجوده فين؟ اللي موجوده في الساق، تركب في الخشب. الخشب بينقل الماء ويطلعه لفوق، يطلعه لفوق لجميع اجزاء النبات، حتى الورقه والساق والجذر كلهم بياخدوا ميه علشان كل النبات ياخد ميه. وبالتالي على العكس بتلاقي كده طريق تاني نازل من فوق لتحت. ده اسمه ايه؟ ده اسمه لحاء. دي برضو وسائل المواصلات، بس ديت بقى المره دي بتنقل الغذاء. ديت بتنقل الغذاء ليه؟ لان الورقه كلنا عارفين فيها بلاستيدات خضراء. الورقه فيها بلاستيدات خضراء. البلاستيدات الخضراء ديت مهمه جدا في عمليه البناء الضوئي. وباذن الله كل دوت هتشرح الدرس الجاي بالتفصيل، ولكن انت كل دوت اخدته في ابتدائي وفي اعدادي، فانت اكيد عارف معلومات عنهم، يعني مش متعرفش. فبياخد الضوء، بياخد ثاني اكسيد الكربون، وبياخد الميه والاملاح، وكل دول جوه البلاستيدات جوه المطبخ. يبقى ده ايه؟ الورقه هو المطبخ، الورقه هي المطبخ. تمام؟ المطبخ فيه ناس كده واقفين كده يطبخوا جوه، جابوا ثاني اكسيد الكربون وجابوا ميه وجابوا ملح وجابوا ضوء، ويلا بينا عمالين نطبخ ونطلعوا ايه في الاخر؟ بنطلع غذاء اسمه جلوكوز. فاحنا بناخد ايه؟ بندخل اللي هي دي بقى المكونات بتاعه الغذاء اللي احنا عايزين نطلعه. زي ما احنا مثلا بنعمل اكله في المطبخ بتاعنا، بنجيب المكونات، بنجيب ايه؟ بنجيب مثلا الرز، وبنجيب البطاطس، وبنجيب مش عارف ايه وايه وفلفل وبتاع، ونبدا بقى نقطع ونحط بقى في الفرن، ونحط بقى حاجات في التلاجة، ونطلع من التلاجة ونحط هنا ونحط في الخلاط لحد ما نطلع في الاخر الوجبه بتاعتنا. دوت برضو بيحصل في النبات.
ميه وملح وثاني اكسيد الكربون وضوء، كل دول ديت مركبات غير عضويه. انت اخدت معانا المركبات الغير عضويه والعضويه في اولى ثانوي. العضويه ديت اللي موجود فيها كربون وهيدروجين واكسجين. فاكر ولا افكرك؟ فاكر؟ كده كده افتكرت كده، ان شاء الله تكون افتكرت. كربون وهيدروجين واكسجين. لازم عشان نقول المركب دوت عضوي ونحلف بالله اللي هو عضوي لازم نلاقي ايه الثلاث عناصر دول. ويبقى دول ايه؟ ده H2O ما فيهوش كربون، يبقى دوت على طول غير عضوي. ملح زي مثلا NaCl اللي انت خدته في الكيمياء دوت ملح الطعام، ما فيهوش ولا كربون ولا فيه هيدروجين. CO2 دوت فيه هيدروجين ما فيهوش هيدروجين، يبقى دوت غير عضوي. الضوء غير عضوي. كل ديت مركبات غير عضويه بسيطه خالص، مش زي مثلا الجلوكوز. ده الجلوكوز دوت من نوع من الكربوهيدرات اللي انت اخدته C6H12O6. افتكر بقى اولى ثانوي بقى، انا بفكرك اهو بفكرك. ده مركب معقد ليه؟ 6 ذرات كربون، 6 ذرات اكسجين، 12 ذره هيدروجين، ولكن دول H2O، 2 هيدروجين واحده اكسجين. ملح NaCl حاجات بسيطه، CO2 حاجات بسيطه خالص. هي ديت مركبات بسيطه وغير عضويه ومنخفضه الطاقه. ليه مش عاليه الطاقه؟ هل مثلا انا لما احتاج طاقه في حي، انا كانسان اهو، مش انا كائن حي زي النبات، زي النبات. هل لما انا بحتاج طاقه بروح اشرب ميه ولا بروح اكل؟ بروح اكل. عشان ايه؟ انا مهبط خالص، محتاج اكل، محتاج غذاء، ده اللي بيديني الطاقه. تمام. الميه برضو مفيده وكل حاجه، ولكن اللي بيديني الطاقه هي الغذاء. زي مثلا الجلوكوز لما بحرقه عندي كده في الجسم، برضو لما بحرق الجلوكوز بيطلع لي طاقه. هنا برضو الجلوكوز لما يتحرق هنا برضو في النبات بيتحرق، في اي كائن حي بيطلع طاقه. الجلوكوز دوت ايه؟ دوت عضوي. ليه عضوي؟ لان فيه كربون وهيدروجين واكسجين اهو زي ما انت شايف، ومعقد التركيب، معقد اهو، في كذا ذره، في 6 و6 12 و12 و12 24. كمان الجلوكوز دوت عالي الطاقه، يعني في طاقه كتير لما اجي احرقه واعمل له تنفس مثلا هوائي او لا هوائي على حسب، ويطلع لي ATP. بيطلع بقى ATP دوت اللي هو النواقل بتاعت الطاقه في جسم الانسان او في النبات في كل حته. فين عشان ما تتوهش؟ احنا كده في المطبخ. ده كده ايه؟ ده كده المطبخ بتاعنا. فين بقى المطبخ بتاعنا في النبات؟ المطبخ دوت موجود في الورقه. الورقه دي فيها ايه؟ فيها بلاستيدات خضراء. تمام ولا ايه كده؟ انت معايا. دخلنا المركبات الاوليه دي البسيطه اللي هي غير عضويه المنخفضه الطاقه، وعملنا كده طبخه جوه البلاستيدات بقى وبتاع وحاجات حلوه كده. وطبعا السهم دوت بيبقى عليه ايه؟ عليه شويه انزيمات. ليه انزيمات؟ اللي انت اخدتها فين؟ اللي انت اخدتها في الكيمياء وبتاخدها في الكيمياء واخدتها السنه اللي فاتت. الانزيمات ديت ومنشطات انزيمات، الحاجات دي موجوده على السهم. ليه؟ علشان تسرع عمليه التفاعل، تسرع التفاعل بتاع البناء الضوئي. ليه بقى عايزين نسرع التفاعل بتاع البناء الضوئي؟ علشان الانسان، عشان قصدي سوري، النبات ما يموتش. ليه عايزين النبات يعمل بناء ضوئي بسرعه؟ علشان النبات ما يموتش. البناء الضوئي مثلا دوت مثلا بيتعمل في 20 ساعه. هل ينفع النبات ياكل كل 20 ساعه؟ مش هينفع. فلازم يبقى في انزيمات تسرع عمليه التفاعل. لما الانزيمات تتحط، نحط شويه انزيمات عليها، الانزيمات دي بتعمل ايه؟ بتسرع التفاعل. يعني ايه بتسرع التفاعل؟ بدل ما ياخد 20 بيبقى 8 ساعات بس، يبقى كده حلو. منشطات الانزيمات دي كمان منشطات للانزيمات. يعني مثلا الانزيم دوت بيزق العربيه، كمان ما قلناش كده وبس، لا قلنا كمان نحط منشط انزيم علشان يزق العربيه اكتر واكتر معاه، يساعد الانزيم كمان. فالمواد دي ولما نعمل سهم هتطلع لنا ايه بعد ما نطبخ بقى الطبخه؟ تطلع لنا الوجبه بتاعتنا اللي هي الجلوكوز. دي الوجبه الاساسيه. طيب انت قلت لنا احنا كده عايزين يعني كربوهيدرات وليبيدات وبروتينات، انت كده ما طلعتليش غير كربوهيدرات فقط. ما انا استنى عليا. ده المهم. سيبك من اللي قايله كتاب المدرسه وكتاب الامتحان والكلام دوت، كلام فاضي. بيقول لك ان بعد السهم بيطلع لك جلوكوز والليبيدات والبروتينات. لا، ما بيطلعش كده، ده بيطلع جلوكوز. ومن الجلوكوز ذات نفسه بقى النبات بقى يبدا يصنع ايه؟ بيبدا يصنع الليبيدات والبروتينات. فهمت قصدي؟ يعني بعد ما اصنع الجلوكوز ابدا بقى اشكل حاجات تانية. لو انا عايز، لو النبات محتاج ليبيدات يبدا يصنع ليبيدات، لو النبات محتاج بروتينات يبدا يصنع بروتينات. كل دوت بياخده من هنا، ده بنطلعه من هنا. افهم معايا السيكونس، افهم معايا الترتيب وتتابع علشان ما تتوهش مني. هفهمك برضو احنا ازاي بنصنع دوت بده. يعني دلوقتي دوت عباره عن ايه؟ سي واتش او. الليبيدات برضو زي ما احنا خدنا في اولى ثانوي عباره عن سي واتش او. البروتينات برضو عباره عن ايه؟ عباره عن سي واتش واو وان. يعني كده احنا معانا سي 6 اتش 12 او 6. نقدر نشكله بشكل تاني ونطلع شكل الليبيدات اللي هو برضو سي واتش او. وبرضو ممكن نشكله ونحط عليه ان. برضو هقول لك الان دي جايه منين ان شاء الله، هنقولها اخر الحصه. لان برضو بنجيبها منين؟ بنجيبها من املاح، اللي هي املاح النترات اللي هي ان او 3 اللي انت خدتها في الكيمياء. دي برضو لما بنحطها على السهم بتطلع لنا البروتينات اللي هي سي اتش او ان. فكده احنا هنبدا نشكل اللي احنا عايزينه من الجلوكوز. اول ما نصنع الجلوكوز
جلوكوز، ونبدا نشوف بقى النبات انت محتاج ايه يا سيدي، محتاج دهون، محتاج بروتينات، محتاج جلوكوز، اللي انت محتاجه انا تحت امرك. انا خلاص بقى معايا الجلوكوز، ابدا اشكله زي ما انا عايز. خلاص صنعت الجلوكوز وصنعت الليبيدات وصنعت البروتينات، كده احنا فين؟ احنا ما زلنا في الورقه، ما زلنا في البلاستيكيه اللي هي هنا. احنا محتاجين بقى ده الغذاء دوت اللي احنا صنعناه محتاجين ينتشر الى جميع اجزاء النبات. فاحنا هنعمل ايه؟ عايزين وسيله مواصلات برضو. فقال لك عندنا لحاء ده بينقل الغذاء، يبقى خشب لنقل الماء ولحاء لنقل الغذاء. خشب لنقل الماء ما تتلخفنش، ولحاء لنقل الغذاء. فاللحاء دوت هيودي الغذاء فين؟ هيودي للورقه، ايوه هيودي للورقه اللي هي المطبخ، وهيودي ايه؟ هيودي للساق، وهيودي للجذر، هيودي لجميع خلايا النبات. ليه هيودي ليه للورقه؟ ما هو صنع الغذاء بتاعه في الورقه. دلوقتي هديك مثال يا سيدي. احنا دلوقتي عندنا شويه ايه، عاملين عزومه كده مثلا في البيت عندنا، وعازمين ناس عندنا، وناس قاعدين جوه في الاوضه المعيشه، وناس قاعدين في اوضه الصالون، وناس قاعدين في اوضه النوم، وناس قاعده في المطبخ بتعمل الاكل. ففي ناس في كل حته. الناس اللي بيعملوا الاكل في المطبخ دول عمالين يعملوا ويجهزوا اطباق ويبعتوا فين؟ يبعتوا عن طريق وسائل المواصلات. العيال الصغيره اللي عندك، ابن اختك وابن اخوك واخواتك الصغيرين بقى، ياخدوا الاطباق يروحوا يودوها لايه؟ لجيرانكم وحبايبكم اللي انتوا عازمينهم وعاملين حفله وبتاع في البيت. فده اللحاء اللي بينقل الاطباق الغذاء دوت لجميع اوض البيت، لجميع اجزاء النبات. يبدا كده ينقل ايه؟ الغذاء لجميع الناس. وبعدين الناس اللي في المطبخ دي خلاص مش هتاكل، ما كل الاماكن دلوقتي بقى مليانه بقى، الناس قاعدين ياكلوا هنا، والناس قاعدين ياكلوا هنا، والناس قاعدين ياكلوا هنا، ومفيش مكان يقعدوا فيه. فبالتالي برضو في اشخاص واقفين في المطبخ، في اشخاص يعني في خلايا واقفه في الورقه، في خلايا واقفه في المطبخ، في خلايا واقفه في الورقه بتاعت النبات، برضو ديت محتاجه تاكل. فبرضو اللحاء هيوصل لها الاكل، عشان برضو يبداوا ياكلوا. ما دول برضو محتاجين طاقه، ما الناس ديت شقيانه من صباحيه ربنا عاملين يحضروا الاكل، فبرضو محتاجين طاقه. يعني الخلايا اللي هي عماله شقيانه ديت بتطلع الاكل، بتطلع الجلوكوز، برضو محتاجه طاقه. فبرضو بالتالي احنا لما نصنع ده بنصنعه ونبدا ننقله لجميع اجزاء النبات، وبما فيهم الورقه اللي هي المطبخ اللي صنعت. برضو الحاجات المهمه جدا اللي انا نسيت اقولها بصراحه اول الدرس، معلش انا كاتبها فوق هنا، اي تي بي ونمو وتعويض. ده اهميه التغذيه، فانا المفروض كنت ابدا لك التغذيه باهميته عشان تعرف اهميته مهمه جدا. يعني ايه اي تي بي ونمو وتعويض؟ ده تحفظها بيها، ده اختصار سهل جدا عشان تعرف تحفظ بيه الاهميه. اي تي بي يعني طاقه. الغذاء اللي احنا بناكله، احنا بناكل عشان نحصل على طاقه. انت اكيد فهمت من الكلام اللي انا قلته طول الحصه ان احنا بناكل عشان ناخد طاقه، بناكل عشان يجي لنا جلوكوز، والجلوكوز نحرقه ويطلع لنا اي تي بي. اي تي بي دوت عمره الطاقه في الخليه، عمره الطاقه في الانسان. احنا محتاجين اي تي بي عشان يبقى عندنا طاقه وقادرين نعمل كل حاجه، قادرين نطبخ، قادرين نشتغل، قادرين نروح المدرسه، قادرين نيجي من المدرسه، قادرين نعمل نذاكر، قادرين نعمل كل حاجه بالطاقه. الطاقه ديت هو العمله بتاعه الجسم عندنا. فالتغذيه ديت اي تي بي بتدينا طاقه، وكمان بتعمل نمو. يعني دلوقتي لما يقول لك كل يلا يا حبيبي، كل يلا، كل المعلقه ديت يلا عشان تكبر، كل يلا الفراخ دي عشان تكبر، الكلام دوت علميا صحيح، لان اكل البروتينات والكربوهيدرات والليبيدات دوت بيكبرك ويسرع نموك على طول، وكمان بيعوض الانسجه التالفه. انت مثلا اتعاركت مع واحد صاحبك قاعد جنبك في السنتر، قلت له لا ده مكاني، لا قال لك ده مكاني وبتاع، فضربتوا بعض والخناقه اتطورت ومسكتوا في بعض وعورتوا بعض. فدلوقتي اللي ورا دوت راح المستشفى ولقى تعوير هنا وتعوير هنا وتعوير هنا وتعوير هنا، وعمال ياخد غرز ياخد غرز. فطبعا دخل في عمليه كبيره، عمال يعني ايه تعوير في كل حته وبينزل في كل حته. فبالتالي الواد دوت يعني خلاص يعتبر الدشمل، خلاص ما بقاش ينفع. فالدكتور قال له ايه؟ قال له انت هتروح البيت. قال لك كويس يبقى انا كده 100 100. قال له لا، ولكن بشرط الراحه التامه، تاكل عشان انت طبعا الانسجه بتاعتك اتقطعت، انت اتبهدلت ونزفت كتير، فانت لازم تعوض. تسمع الكلمه دي ولا لا؟ بتسمعها من الدكاتره. تعوض اللي انت نزفته، وتعوض التعوير اللي انت تعورت، عشان الجرح بتاعك يلم. عشان الجرح يلم لازم تاكل ولازم ترتاح. ليه ترتاح؟ عشان ما تستهلكش طاقه كتير. يعني كل ما انت تتحرك كل ما انت بتحرق طاقه زياده عن اللزوم وانت مش عايزها. انت تقعد كده تريح على السرير خالص، فحرق الطاقه عندك والطاقه واستغلالها هتبقى قليله. فبالتالي كل الغذاء اللي انت عمال تاكله دوت يخش ويفيد الانسجه بقى علشان يلتئم الجروح بتاعتك، تلتئم وترجع انسان طبيعي تاني من تاني وتقدر تعيش. بعد ما خلصنا التغذيه غير الذاتيه وبدانا في التغذيه الذاتيه وعرفنا حاجات كتير عنها، وعرفنا المقدمه بتاعتها، وعرفنا الامثله بتاعتها، وعمليه البناء الدوري ازاي تتكون الغذاء اللي هو الجلوكوز. فيلا بينا بقى نشوف الشعيره الجذريه. نبدا بقى من البدايه خالص، عايزين نعرف ازاي نشفط الميه. اول حاجه في عمليه البناء الضوئي طبعا في وجود الميه وثاني اكسيد الكربون والضوء والاملاح. فطبعا الحاجات دي عايزين ندرسها، عايزين بقى ندرس لحد ما نطلع لحد جوه الورقه، لحد ما نوصل للمطبخ، وبعد كده ناخد البناء الضوئي، ناخد التتابع من تحت لفوق، من اول ما بنشفط الميه لحد ما نوصل الميه، لحد ما نعمل عمليه بناء ضوئي، لحد ما نكون الغذاء، لحد ما ننقل الغذاء والحاجات دي كلها. علشان كده اول حاجه بنعملها واول فصل عندنا في المنهج هو التغذيه. الاول بناخده ازاي بنصنع الغذاء ورحله تصنيع الغذاء، وبعد كده بناخده عمليه نقل الغذاء.
ده بقى الفصل اللي وراه عمليه النقل بتاعت الغذاء. وطبعا كل حاجه بناخدها في علم الاحياء بناخد نبات وانسان، نبات وانسان، تغذيه في النبات وتغذيه في الانسان، والنقل في النبات والنقل في الانسان. فيلا بقى نشوف بقى ايه التغذيه الذاتيه. واول حاجه عايزين ناخدها هي الشعيره الجذريه اللي بتشفط الميه. دلوقتي احنا عندنا طبعا زي ما انت شايف كده ايه، عندنا جذور وساق واوراق. احنا الميه بنحطها ايه، بنحطها في التربه لما بنصحى من النوم بنحطها شويه ميه كده في التربه. فبالتالي هنا بقى في شويه ميه. مين بقى اللي اول حاجه بتستقبل الميه من النبات؟ طبعا انت هتقول بديهي الجذر. الجذر هو اول حاجه تستقبل الميه وبتشفطها من الجذر. وبعدين زي ما قلت بينتقل هنا في الساق عن طريق الخشب، وبعد كده الخشب يوديه للورقه ينتقل لجميع اجزاء النبات. فاول حاجه عايزين ندرسها وهي الجذر. جبنا بقى جزرايه واحده كده، طلعنا النبات من التربه بتاعته، طلعناه كده شدناه شده كبيره، ولقينا كده ايه عباره عن مجموعه من الجذور. اخدنا بقى جذر واحد وكبرناه كده بالمنظر ده كده، فلقينا كل جذر واحد زي ما انت شايف النبات عندك في البلكونه، بنلاقي ان هو بيطلع منه شعيرات جذريه. شعيرات جذريه يعني ايه؟ شعيره جذريه يعني جذور صغيره كده من الجناب، كتير كتير كتير. فلما العلماء اكتشفوا وقعدوا يتفحصوا في الجذر، لقينا في الاخر ان اللي بيشفط الميه هي الشعيره الجذريه. طب يلا بقى بينا ندرس الشعيره الجذريه. العلماء جابوا الشعيره الجذريه، جابوا كده قطعوا كده شعيره جذريه من الجذر دوت وحطوه تحت الميكروسكوب. لاحظوا ايه؟ لاحظوا ان الشعيره الجذريه دي عباره عن خليه عاديه جدا من خلايا النبات، اللي هي الخلايا البيضاويه ديت او اللي هي المدوره دي، وتولد خليه وتولد. يعني الشعيره ديت والشعيره دي والشعيره دي عباره عن دي خليه ودي خليه ودي خليه. يعني الشعيره الجذريه الواحده، الشعيره الواحده عباره عن خليه. مثلا دوت كده الجذر، ده كده الجذر. فرق ما بين الشعيره وبين الجذر، ده كده الجذر. انما الشعيرات اللي بتطلع من الجذر، الشعيرات اللي بتطلع من الجذر. فعايزين بقى ايه، نشوف الجذر ذات نفسه كده. بس قبل ما نشوف الشعيره، الجذر زي ما انت شايف كده، جبنا قشره بتاعت البطاطس وجبنا قشرنا الجذر، قشرنا كده، قشرنا داير ما يدور داير ما يدور. بعد لما قشرنا اول طبقه لقينا ايه، لقينا اول طبقه ايه تسمى البشره. اول طبقه في النبات اللي هو بتاع جذر النبات تسمى البشره لما قشرنا. بعد كده جبنا بقى المكنه الثانيه بتاعت التقشير بتاعت البطاطس وقشرنا الجذر. بعد لما شلنا البشره قشرنا بقى الجذر تاني، الجذر قشرناه داير ما يدور كده، ولقينا الطبقه اللي وراها تسمى طبقه القشره. يبقى كده اول طبقه في الجذر، الجذر ركز في الجذر مش في الشعيره، اول طبقه تسمى البشره، وتاني طبقه بعد لما قشرنا تسمى القشره. بعد كده جبنا المقشره تاني، قشرنا خلاص كده ديت اخر طبقه بقى في الجذر، دي تسمى الاوعيه. يبقى كده النبات او جذر النبات يتكون من 3 طبقات، بشره وقشره واوعيه. ايه هي الاوعيه؟ الاوعيه اللي احنا خدناها اللي هو الخشب واللحاء، خشب لنقل الماء ولحاء لنقل الغذاء. شدينا شعيره جذريه مع شويه ايه، مع شويه طبقات من الجذر طلعوا معاها كده. لو احنا بنشد الشعيره كده طلعت شويه طبقات، فبالتالي لما احنا شدينا كده الشعيره طلعت لنا بالمنظر ده كده، طلعت كده الشعيره وطلعت دي طبقه ودي طبقه، دي البشره ودي القشره. كده الشعيره بتطلع من ايه؟ تطلع من خلايا البشره بتاعت النبات. اول طبقه في طبقات الجذر اللي هي البشره. فلقينا كده البشره عباره عن ايه؟ عباره عن خليه 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 خليه، وما بين الخلايا كده لقينا خليه كده تولد بالمنظر ده كده وكونت الشعيره الجذريه. الشعيره الجذريه خليه نباتيه طبيعيه زي اي خليه. يعني فيها ايه؟ يعني فيها فجوه عصاريه وفيها سيتوبلازم وفيها نواه وفيها الحاجات دي كلها اللي احنا خدناها في اي خليه ودرسناها كتير جدا. طبعا انت عارف ان النبات في اي حته فيه جذور كتير كتير كتير، جذور كتير 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 بالمنظر ده كده. وطبعا كل جذر من جذور النبات طلع منه شعيرات جذريه بالهبل كتير، العدد لا حصر له. كتير شعيرات كتير قوي طلع من الجذر الواحد. فبالتالي الشعيرات الجذريه كثيره، الشعيرات الجذريه كثيره العدد، فيها اعداد كتيره مهوله. ليه بقى كثيره العدد؟ علشان كل ما زودنا عدد الشعيرات الجذريه كل ما احنا زودنا مساحه السطح المعرضه للماء. يعني ايه مساحه السطح المعرضه للماء؟ مثلا بالمنظر ده كده، لو كانت الجذور بس هي اللي بتشفط الميه وما فيهاش شعيرات جذريه فبالتالي ما كانتش هتسحب ميه كتير. ليه بقى؟ لان الشعيرات الجذريه الكتيره قوي دي بتزود مساحه السطح المعرضه للماء. يعني ايه؟ مش فاهم. يعني ايه بتزود مساحه السطح المعرضه للماء؟ يعني مثلا لو كان عندنا طبقات البشره بالمنظر ده كده بتاعت الجذر بالمنظر ده كده، ده كده السطح المعرض للماء، صح ولا ايه؟ هنا في ايه؟ ميه. طيب لو نفس الصف ده كده ولكن خليه من خلايا البشر دي تولد كده، يبقى كده ده السطح كله المعرض للتفاعل، المعرض للميه. يعني ده كده كل دوت معرض للميه. السطح كبر، السطح المعرض للميه كبر، بدل ما كان النقط دي بس، لا بقى ده كله وده كله وده كله وده كله وده كله. وقيس بقى اللي انا عملته ده كله على جميع ملايين الشعيرات الجذريه اللي موجوده في الجذور، ملايين يعني كتير قوي. فبالتالي الشعيره الجذريه دي بتزود مساحه السطح المعرضه للميه. دي كده السطح المعرض للميه، وكان هنا ايه؟ في ميه.
لما انا طلعت هنا كده بالمنظر ده كده شعيره جذريه، فبالتالي كده الميه مساحه السطح المعرضه للميه بقت بالمنظر ده كده، كل دوت مساحه سطح، كل دوت مساحه سطح. فبالتالي انا كبرت مساحه السطح، بدل ما كانت كده بس لا خليناها كده وكده 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 وكده. كده احنا زودنا مساحه السطح. لما يقول لك الشعيرات الجذريه عددها كتير ليه؟ علشان نزود مساحه السطح المعرضه للماء. طيب الشعيرات الجذريه احنا اتفقنا انها عباره عن خليه، يعني خليه فيها جدار خليه وفيها نواه وسيتوبلازم والفجوه والحاجات دي كلها. فبالتالي الجدار بتاعها رقيق. الجدار دوت رقيق ليه بقى رقيق؟ رقيق عشان سبحان الله ربنا عمله رقيق، عمل جدار الشعيره الجذريه رقيق عشان الميه لما تعدي من هنا لجوه تعدي بكل سهوله، تلاقي كده الجدار رقيق. انما مثلا لو انا كنت عامل الجدار سميك، الجدار مثلا كده، الجدار عباره عن كده، شايف سمكه عامل ايه؟ هل الميه هتعرف تخش جوه؟ مش هتعرف تخش جوه. انما لما الجدار يبقى كده بالمنظر ده كده، الميه هتعرف تخش جوه بكل سهوله، لان الجدار بتاعها رقيق. ده كده سميك، الجدار بتاعها رقيق وليس سميك. رقيق علشان يدخل الميه بكل سهوله. وبرده من الصفات الحلوه قوي اللي موجوده في الشعيره الجذريه اللي ربنا خلقها عليها ديت، لزجه. ليه؟ بتفرز كده مواد لزجه كده، علشان الشعيره الجذريه فيها مواد لزجه كده حوالين منها، عشان وهي بتتغلغل ما بين حبيبات التربه، الحبيبات بتاعت التربه، التراب بتاع التربه كده، وهي بتنزل بتكبر وتنمو وتخش جوه الحبيبات بتاعت التربه، تخش بكل سهوله. ليه؟ اكن عليها زيت. مثلا لو انا عايز ادخل حاجه في حاجه ومعصلجه شويه، بيقول لك ايه؟ يقول لك زيتها وبعدين اربطها. مثلا بدخل مسمار في حاجه معينه ومش عايز يربط، فاحنا تلقائي بنعمل ايه؟ بنزيت كده المسمار شويه وبنبدا بقى ايه؟ نبدا نربطه تاني، فهتلاقيه بيخش بكل سهوله، لان ايه؟ بقى ملين كده ومتزيت وبقى يتزفلط كده ايه؟ ويخش بكل سهوله. هنا برضو بيحصل بالظبط. الشعيره الجذريه حواليها ماده لزجه، ماده مزيته، عشان تخش ما بين حبيبات التربه بكل سهوله كده وتتثبت كده في الجذر وتبقى مشدوده. رابع صفه في الشعيره الجذريه انها مركزه. يعني ايه مركزه؟ يعني مركزه. دلوقتي احنا لما نشرب عصير مثلا، ده يقول لك العصير دوت مركز حلو قوي، في مانجا حلوه. يعني مركز يعني ايه؟ الماده اللي دايبه جوه الميه بتبقى كتيره. يعني مثلا عملت انا عصير ايه؟ مانجا، بجيب قطع مانجا وبجيب ميه وبحطهم في الخلاط، الاقي ان عصير المانجا مثلا ايه؟ بشرب كده لقيت ايه؟ محتاج شويه قطع مانجا. ليه؟ لقيته خفيف، لقيته حاسس بطعم الميه. لا انا مش عايز احس بطعم الميه، عايز احس بطعم العصير، فازود ايه؟ ازود مانجا. برضه انت اخدت في ابتدائي واعدادي وثانوي ان الخليه فيها جواها ايه؟ جواها املاح. الملح بتاع الخليه لازم يبقى مركز، لازم يبقى فيه ملح كتير كتير كتير، لان ربنا خالق ان الشعيره الجذريه لما يبقى فيها ملح كتير، ان طالما الخليه فيها ملح كتير بتشفط ميه. ليه؟ لان الميه بتحب الملح، الميه بتمشي ورا الملح، بتشوف الملح فين وتمشي وراه. بالتالي لما تبقى الشعيره الجذريه مركزه فيها ملح كتير، يبقى كده الميه هتخش من التربه لحد جوه الخليه او جوه الشعيره الجذريه. وممكن اقنعك كمان بحاجه تانية، ان مركزه يعني ايه؟ تعال نجيب التركيز. التركيز احنا خدناه في الكيمياء انها عباره عن كميه على حجم، كميه المذاب على حجم المذيب. يعني ايه كميه على حجم؟ يعني بالبلدي ملح على ماء، ملح على ميه. التركيز عباره عن ملح على ميه. يعني لما يبقى الملح كتير البسط يبقى التركيز كتير، لما الملح يبقى كتير يبقى التركيز كتير، فيتولد جوه الخليه حاجه تسمى باللغه العربيه الضغط الاسموزي. الزن الاسموزي دي بقى بالبلدي الزن. الخليه كده بتزن، بتضغط. يعني الخليه بيتولد جواها ضغط، انا مش قادر اقعد، انا بزن. الخليه بتزن، عايزه ميه. لما يبقى مركزه، لما تبقى فيها ملح كتير، الخليه يتولد فيها ضغط اسموزي. تقعد تعيط كده وتزن، انا عايزه ميه. اديك مثال بسيط جدا هتفهم بيه القصه دي كلها. لما بناكل اكله فسيخ او اي اكله، مثلا سمك، بناكل فسيخ، سردين، رنجه، بناكل الحاجات الحوادق دي كلها. بناكل مثلا جبنه قديمه، طبعا الناس ما بتحب الجبنه القديمه، فلما بناكل الجبنه القديمه بناكل الفسيخ وبناكل الرنجه، الحاجات دي كلها، بعد لما بناكله بنحس ان احنا عطشانين، هات ميه. بجيب الميه وافضل اشرب كتير. ليه بقى؟ لان الملح ده كله، كميه الاملاح دي كلها اللي هي الفسيخ دي كلها والجبنه القديمه دي كلها اللي دخلت جسمي، اتولد جوه جسمي ضغط اسموزي. يعني ايه؟ زن اسموزي. اكن عيل صغير بيقعد يزن لحد ايه؟ لحد ما يرضع. قوه الضغط جوه جسمك عمال تضغط عليك، تضغط. اشرب بقى ميه، اشرب ميه. هتموت وتشرب ميه. لازم ضروري دلوقتي تشرب ميه عشان انت اكلت حوادق كتير قوي واملاح ياما قوي كده بالبلد خالص وعمرك ما تنساها. يعني الملح لما يبقى جوه كتير كده بتكون ايه؟ زن اسموزي، زن ضغط اسموزي كده، اكن عيل صغير بيزن. عايز ايه؟ عايز يرضع، عايز ياكل، ماما عايز ياكل. فبالتالي الملح دوت عمال يزن وعمال يتولد ضغط اسموزي جواه علشان يشفط ميه. عايز ميه، هو عايز ميه عشان يتكيف. كده في الامتحانات او في الاسئله لما يقول لك ضغط اسموزي، يقول لك تركيز، يقول لك ملح، كل دوت علاقه طرديه.
الضغط الاسموزي هو التركيز وهو الملح. كلما زاد الملح كلما زاد التركيز كلما زاد الضغط الاسموزي. ليه؟ لانك انت الوقت الوحيد اللي عارف ان الملح لما يزيد بتولد ايه، اكنك اكلت فسيخ بالظبط، تولد ضغط اسموزي. الزن اكن عيل صغير بيزن، عايز اشرب، عايز اكل، عايز اشرب، عايز اكل، كل شويه بيزن. ما خلاص يا ابني بقى هنشربك وهناكلك، عايز اشرب، عايز اكل، عايز اشرب، عايز اكل، ما خلاص يا ابني هنشربك مش هيتهد ومش هيسكت غير لما يشرب وياكل. هو كده هنا برضو الملح مش هيتهد او التركيز او الضغط الاسموزي مش هيقف غير لما تاخد ميه. طبعا عمليه انتقال الميه من التربه الى جوه الشعيره الجذريه دي اسمها الخاصيه الاسموزيه. بكده احنا خدنا حاجه اسمها الضغط الاسموزي اللي هو العيل الصغير اللي بيزن لحد ما يشرب. وهنا برضو الخاصيه الاسموزيه هي عمليه انتقال الميه من الوسط الاعلى في الماء الى الوسط الاقل في الماء، او من الوسط الاقل في الاملاح الى الوسط الاعلى في الاملاح، لان التربه قليله في الملح والشعيره الجذريه ربنا خلقها فيها ملح ياما 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 ياما. يبقى كده الخاصيه الاسموزيه عمليه انتقال الماء من التربه اللي هي الوسط الاقل في الاملاح الاقل في التركيز الى الوسط اللي هو الشعيره الجذريه الاعلى في التركيز الاعلى في الاملاح. هديك مثال بسيط. دلوقتي عندنا كوبايتين كده وعملنا بينهم فتحه. الكوبايه ديت كان فيها 3 معالق ملح يعني 3 جرام ملح، وهنا كان فيه 1 معلقه ملح يعني 1 جرام ملح، وهنا كان فيه لتر ميه وهنا لتر ميه. يبقى كده الميه على الجنبين في الكوبايتين متساويين، يبقى كده الملح هو اللي متغير. توقع ايه بقى باللي انا قلت لك من شويه؟ الميه هتمشي من هنا لهنا ولا الميه هتمشي من هنا لهنا؟ تعالوا نرقم عشان ما نتلخبطش. مثلا دي كوبايه رقم 1 ودي كوبايه رقم 2. فدلوقتي الميه هتروح من 1 ل2 ولا من 2 ل1؟ الاختلاف في الملح، الاختلاف فين؟ في الاسموزيه. الاسموزيه مختلفه، اللي هو هنا ملح ياما وهنا ملح قليل. يبقى هنا عيل بيزن 3 مرات في الثانيه وهنا عيل بيزن مره في الثانيه. يبقى هيروح لاني عيل؟ هيسكت انهي عيل؟ هيسكت اللي بيزن اكتر. دلوقتي عندها كذا عيل مخلفه كذا عيل بسم الله ما شاء الله عليهم، توائم مثلا 3 مثلا كانوا ساكتين، لقيت واحد زن والتاني زن والتالت زن، كلهم زنوا في نفس الوقت، ولكن في واحد منهار، واحد منهار عياط وصريخ وصويت، والتاني مثلا بيزن واحده بيزن بالراحه وعلى ماله. واحد تاني منهار صويت وزن زن 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 ودبدبه وبيخبط في كل حاجه وبيرزع. هتروح لانهي الاول جري؟ هتروح للي بيرزع ولا هتروح للي هو بيزن بالراحه على مهله؟ لا، هتروح للي هو فيه كتير، اللي هو فيه ملح ياما، اللي هو فيه ضغط اسموزي اعلى. يبقى كده الميه هتنتقل من 2 ل1، هتروح كده بالمنظر ده كده. الميه ده عملت انتقال الماء، دي اسمها خاصيه اسموزيه، انتقال الماء من الوسط الاعلى في الماء للوسط الاقل في الماء، او من الوسط الاقل في الاملاح للوسط الاعلى في الاملاح، علشان هلعبوا كتير عليها في الاختيارات فكون ايه مصحصح ومركز معايا. تاني حاجه، تاني خاصيه فيزيائيه برضو من الخواص الفيزيائيه، خاصيه دي اسمها الانتشار. دلوقتي جبنا برضو حوض فيه ميه ودخلنا فيه نقطه حبر كده، سقطناه كده في حوض فيه ميه. الحبر كتله كده، كتله حبر نازله في ميه، فبالتالي ايه اللي هيحصل؟ هل الميه هي اللي هتنتشر؟ هنا في ميه كده، هنا في ميه، هل الميه هي اللي هتخش جوه الحبر ولا الحبر هو اللي هيخش جوه الميه؟ لا، المره دي تقول لي الحبر هو اللي هيخش جوه الميه، هيتغلغل جوه الميه كده. ديت بقى عمليه الانتشار ايه؟ هل كده الميه هي اللي انتقلت ولا الحاجه المذابه اللي احنا دوبناها هي اللي انتقلت؟ الحاجه المذابه اللي هي هنا ايه في المثال بتاعنا اللي هي الحبر. مثلا مثال تاني، حطينا كده كوبايه شاي فيها ميه مثلا كده، ميه مغليه، وحطينا جواها ايه؟ حطينا مثلا سكر كده بالمنظر ده كده. كده الميه دي بتدوب في السكر ولا السكر بيدوب في الميه؟ حتى احنا بالبلدي بنقول ايه؟ السكر بيدوب في الميه. يبقى كده ايه؟ السكر ده في الميه. دي عمليه انتشار من الوسط الاعلى في التركيز الى الوسط الاقل في التركيز. الاعلى في التركيز ايه؟ الاعلى في التركيز بتاع مثلا الحبر او بتاع السكر او بتاع الملح. يعني الملح هو اللي بينتشر جوه الميه، السكر هو اللي بينتشر جوه الميه، الحبر هو اللي بينتشر جوه الميه. يعني الكتله ديت ايه؟ كتله مليانه تركيز، تركيزها عالي قوي 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 من الحبر. هنا مثلا الحبر كتلتها 100% في الكتله دي، كتله حبر كده نزلت في الميه، بقعه حبر نزلت في الميه، فبالتالي تبدا تنتشر. ليه؟ لانها انتشرت من المكان او الوسط الاعلى في تركيز الحبر الى المكان او الوسط الاقل في تركيز الحبر اللي هو الميه. كان نفرق ازاي؟ الخاصيه الاسموزيه دي انتقال ميه، انما الانتشار دوت انتقال ملح او سكر او اي حاجه ثانيه مذابه وليست مذيبه زي الميه. تعال نخلص بقى الخاصيه بتاعت التشرب ديت، دي الخاصيه الاخيره. الخاصيه التشرب ديت انا بقول عليها ديت خاصيه السفنجه. السفنجه دلوقتي لما نجيب سفنجه كده مثلا ونحط عليه شويه ميه، اعتبر ان القلم دوت السفنجه وحاطين هنا ايه؟ شويه ميه. هل السفنجه بتسقط ميه من الناحيه الثانيه كده؟ بتسقط عليها ميه؟ لا، مفيش ميه تنزل. ليه؟ لان السفنجه تمتص الميه، تتشرب الميه، بتتشرب وليس ما بتعديش الميه. مثلا هنا في الشعيره الجذريه الجدار بتاع الشعيره ده بيعدي الميه، صح ولا ايه؟ بيعدي الميه، انما السفنجه تتشرب الميه، تتشرب مش بتعدي الميه بسهوله. عندنا امثله كتير قوي على التشرب. عندنا ايه؟ السليلوز والبكتين والبروتينات البروتوبلازم، دي احفظها وخلاص. سليلوز وبكتين وبروتينات البروتوبلازم ديت كلها عباره عن ايه؟ عباره عن زي السفنجه كده.
السلوز دوت مكتوب عندك في الكتاب ان هو عباره عن زي المنديل. اساسا المنديل مش عباره، هو المنديل اصلا بيتصنع من ماده اسمها ماده السلولوز. المنديل اللي احنا بنمسح بيه عرقنا دوت بيتصنع من ماده اسمها ماده السلولوز. علشان كده لما انا بحط كده المنديل كده مش بلاقي العرق بيبل ايديا. ليه مش بيبل ايديا وانا بعمل المنديل كده بمسح عرق وشي؟ لان المنديل يتشرب الميه ومش بيعدي الناحيه التانيه. اخر بقى خاصيه فيزيائيه معانا النهارده وهي النفاذيه الاختياريه، ومش هتكلم عليها كلمه واحده الا لما اخد حاجه هتفيدنا واحنا بنشرح النفاذيه الاختياريه، الا وهي انواع الجدر اللي موجوده في النباتات. عندنا جدر 3 انواع. في جدر بتعدي، جدر ما بتعديش، جدر بتعدي حاجات ومش بتعدي حاجات على حسب كيفها بمزاجها. في جدر منفذه وجدر غير منفذه، وفي شبه منفذه. شبه منفذه اللي هي بتعدي وما بتعديش، بتعدي حاجات معينه ومش بتعدي حاجات معينه بمزاجها على حسب احتياجاتها. الجدر المنفذه ديت زي ايه؟ زي الجدر اللي هي عباره عن جدارها فيها سليلوز. فيها سليلوز، ايوه الجدار اللي فيها سليلوز دوت بيعدي عادي. بيعدي ايه؟ بيعدي ميه، يعدي ملح، يعدي بروتينات اللي هي احماض امينيه، يعدي سكريات، يعدي اي حاجه، يعدي كبير وصغير وتخين ورفيع، ويعدي اي حاجه. دوت بيعدي سهل وبيعدي كل حاجه. انما بقى في جدر تانية غير منفذه، ودي الجدر اللي بيبقى عليها في الجدار من بره عليها ايه؟ عليها 3 مواد، سواء اي ماده منهم. يعني في ماده اسمها سيوبرين، وفي ماده اسمها ليجنين، وفي ماده اسمها كيوتين. يا سيوبرين يا ليجنين يا كيوتين، س لام كاف. دوت سيوبرين ليجنين كيوتين. لو لقينا الجدار بتاع الخليه مثلا بتاعت النبات عليها سيوبرين او عليها ليجنين او عليها كيوتين، كل ديت مواد مش بتعدي اي حاجه، ولا بتعدي ميه، ولا بتعدي ملح، ولا بتعدي سكر، ولا بتعدي احماض امينيه، ولا بتعدي الهواء. مفيش حاجه بتعدي خالص. مفيش حاجه بتعدي وتخش جوه النبات ولا تطلع منها، ولا العكس. يعني ولا حاجه بتخش ولا حاجه بتطلع من الخليه. في بقى شبه منفذه زي الاغشيه البلازميه. انت اخدت في اولى ثانوي واخدت في اعدادي ان الجدار اول حاجه في الخليه عندنا، وبعد الجدار في حاجه اسمها غشاء. غشاء شبه منفذ، حتى كنا بناخدوه كده، غشاء شبه منفذ بيعدي حاجات وما بيعديش حاجات. اول حاجه في الخليه كده في جدار الخليه، وبعد كده في حاجه برده بتحوط جوه الخليه كده تاني اسمها غشاء الخليه او اسمه غشاء بلازمي. ده بيعدي حاجات ومش بيعدي حاجات. طيب بيعدي ايه ومش بيعدي ايه؟ ده بيعدي ميه عادي، ولكن مش بيعدي اي حاجه ذات جزيئات جزيئيه عاليه. يعني مش بيعدي اي حاجه عملاقه. زي ايه عملاقه؟ زي السكر عملاق، زي مثلا الاحماض الامينيه عملاقه، لان الكربوهيدرات والليبيدات والبروتينات كل دي حاجات عملاقه، جزيئات عضويه عملاقه وليست جزيئات بسيطه. زي الميه مثلا H2O، ده بتعدي الميه عادي. بتعدي اي حاجه عملاقه ضخمه زي مثلا السكريات، الاحماض الامينيه، الدهون، اي حاجه من الحاجات دي مش بتعديها. يبقى الشبه المنفذ زي الاغشيه البلازميه ديت بتعدي ميه ومش بتعدي اي حاجه كبيره. والملح بقى فيها عليها مثلا اختلاف شويه. ليه بقى في عليها اختلاف؟ يعني ساعات تعدي ملح وساعات ما تعديش، ساعات تعدي انواع معينه وساعات ما تعديش. ليه؟ على حسب احتياج الخليه وقتها. مثلا محتاجه NaCl تاخد NaCl، مش محتاجه ما تاخدش. يعني على حسب الاحتياج تعدي او ما تعديش. يبقى تتوقع النفاذيه الاختياريه بقى اي نوع من انواع الجدر بتاعت النبات او اي نوع من انواع خلايا النبات، اللي هي الخلايا او الجدر المنفذه ولا غير المنفذه ولا شبه المنفذه. نفاذيه اختياريه بمزاجها اختياريه. يعني تفتكر ايه؟ اللي هي بتعدي خالص ولا ما بتعديش خالص، ولا شبه منفذه بتعدي وما بتعديش اختياريه؟ هتبقى شبه منفذه. يبقى احنا كل لعبنا في النفاذيه الاختياريه على الجدر الشبه المنفذه اللي هي الاغشيه البلازميه. قبل ما ناخده الامتصاص في الماء، عايز بس اكلمك اول حاجه عن الاملاح. ليه الاملاح برضو مفيده؟ ودلوقتي عمليه البناء الضوئي ممكن تتم في وجود الميه وثاني اكسيد الكربون والضوء. مش كده هنكون بناء ضوئي وهنكون الجلوكوز؟ هو هنكون الجلوكوز، ولكن الاملاح دي مفيده في ايه بقى؟ يعني الملح دوت زي ما احنا قلنا في البدايه ان بيبقى فيه على سهم التفاعل اللي بيحول المواد الاوليه لمواد معقده زي الجلوكوز والليبيدات والكربوهيدرات والحاجات دي كلها او البروتينات عشان نكونها وننتجها من مركبات بسيطه. ففي سهم التفاعل، سهم التفاعل دوت عليه ايه؟ عليه انزيمات وعليه منشطات انزيمات وعليه حاجات كتير. فالحاجات دي بقى الاملاح اللي بتكون الانزيمات، والاملاح اللي بتكون منشطات الانزيمات. فطبعا والاملاح هي اللي بتكون ATP. ايه ده الملح بقى طلع مهم جدا. الملح طلع مهم جدا، ده هو اللي بيسرع عمليه التفاعل بتاعه البناء الضوئي. يبقى كده لما الملح ما يبقاش موجود فطبعا كده الاكل بقى فين وفين لما يتكون كده يحصل ايه؟ هيحصل خلل في النمو الخضري. خلل فين؟ اختلال في النمو الخضري. اختلال القلم دوت خلص. اختلال في النمو الخضري للزرعه، وبالتالي تتوقف تكوين الزهور او الازهار والثمار. كده انا معرفش انت شايف ولا لا، بس انا كتبتها معلش القلم بس خلاص. لما تبقى الزرعه
والنبات بتاعنا ما فيهوش ملح كافي يعمل ايه؟ يسرع عمليه البناء الضوئي، بالتالي الاكل بيتكون كل فين وفين، كل بقى يوم يومين بيتكون، مفيش بقى انزيمات بتسرع، مفيش منشطات انزيمات بتسرع. ليه؟ لان مفيش ملح. الملح هو اللي بيكون الانزيمات، الملح هو اللي بيكون اي تي بي الطاقه اللي بتحرق وتطلع طاقه، والملح هو اللي بيكون المنشطات بتاعت الانزيمات. فبالتالي مفيش ملح، يحصل بقى ايه؟ خلل في النمو الخضري كده. ايه حصل؟ ايه حصل؟ خلل في جسمي. لما انا مثلا حاجه من المكونات الرئيسيه اللي موجوده المفروض فيا وما اكلهاش او ما تبقاش عندي جوه جسمي، يحصل خلل كده، حاسس انا مش متظبط. النبات بيقول لك انا مش متظبط، في خلل في النمو الخضري، في خلل في اظهار الخضره بتاعتها، في خلل في اظهار الازهار، وفي خلل في الثمار. الازهار هي اللي بتكون ثمار، وان شاء الله الكلام دوت هناخده في ثالثه ثانوي. ان اول حاجه بتطلع الزرعه، وبعد كده ساق، وتطلع اوراق، والاوراق تتحول الى زهور او ازهار، والازهار بعد كده مع مرور الوقت تاكل وتكبر وتتحول الى الثمار. ودوت الناتج اللي احنا الاساسي او الهدف الاساسي. زارعين اي حاجه في الارض بتاعتنا، زارعين برتقال، زارعين طماطم، زارعين بطيخ، زارعين اي حاجه، دوت بيتكون ايه؟ عباره عن خضره، اللي هو الورق الاخضر، بعد كده الازهار، وبعد كده الثمار، بالترتيب دوت كده. وباذن الله هيتشرح في ثالثه ثانوي بالتفصيل. خلينا دلوقتي في المنهج بتاعنا. فدلوقتي لما بيبقاش في ملح بيعمل خلل في النمو الخضري وعدم تكوين ازهار وعدم تكوين ثمار. في بقى نوعين من الاملاح، قسمنا الاملاح الى مغذيات كبرى ومغذيات صغرى. ليه سميناها مغذيات؟ الملح دوت ايه؟ غذاء، برضو غذاء من ضمن الغذاء بتاعت النبات اللي هو برضو بياخدها من التربه، فيعتبر برضو الملح غذاء، فعشان كده سميناه مغذيات كبرى. بنحتاجوه بصوره كبيره قوي، بنحتاجوه بشراهه. ليه محتاجوه بشراهه؟ لان لو مفيش ملح زي ما انت شايف كده، اختلال في النمو الخضري وتوقف في ظهور الازهار والثمار، فبالتالي احنا كده الهدف الاساسي من زراعه الزرعه اللي احنا زارعينها ديت مش هتطلع ثمره، ومش هتطلع زهره، ومش هتطلع ورق اخضر، فبالتالي احنا كده ما زرعناش اي حاجه. عشان كده ديت مغذيات كبرى. امثله المغذيات الكبرى بتاعت الملح مكتوبه عندك في كتاب المدرسه حاجات كتيره قوي قوي قوي، فاحنا بقى هنختصرها في ايه دلوقتي. انا من شويه قبل ما اخش لكم كنت بشرب ايه؟ كنت بشرب نسكافيه. فلما النسكافيه دوت وانا داخل كده وبحط بقى الكاميرا وبحط الحاجه وبجهز حاجتي، فالنسكافيه اتدلق، وقع، اتكب على الارض. لقيت اخويا الصغير بيقول لك ايه ده؟ بيروح يقول لهم الحق الحق. اخويا راح ايه؟ كب مج نسكافيه. ايه كب مج نسكافيه؟ اخويا راح قال لهم في البيت ان انا كبيت مج بتاع النسكافيه. كب مج نسكافيه. كب مج نسكافيه. كي بوتاسيوم، بي فوسفور، ام جي منجنيز، وان نيتروجين، واس كبريت، وسي اي اللي هي كالسيوم، واف اي اللي هو الحديد. كيمياء بقى. الحديد املاح، الحديد املاح، والكالسيوم املاح، والكبريت املاح، والنيتروجين املاح، كل دوت املاح. ودي املاح كبرى بنحتاجوها كمان بكميه كبيره، لازم تكون بكميه كبيره عشان احنا بنحتاجوها. ليه بقى بنحتاجوها بكميه كبيره؟ ايه اهميتها يعني؟ ايه هي اهميه المغذيات الكبرى؟ لا دي ليها اهميات كتير قوي بقى. عد عندك زي ما مكتوب عندك في الكتاب. في عندك املاح النترات والفوسفات والكبريتات اللي هي ايه؟ بي او 4 وان او 3 واس او 4 والحاجات دي كلها اللي انت خدها في الكيمياء. كل دي املاح النترات والفوسفات والكبريتات، دي املاح مفيده جدا. الاملاح ديت هي اللي بتحول الكربوهيدرات الى بروتينات، اللي احنا قلناها في اول الحصه. قلنا ان اول حاجه في المطبخ بنصنعها هي الجلوكوز اللي هي الكربوهيدرات، ومن الكربوهيدرات او الجلوكوز نبدا بقى نصنع الليبيدات او البروتينات، الحاجات اللي احنا عايزينها. فالاملاح الثلاثه دول اللي هي النترات والفوسفات والكبريتات اللي هم جايين منين؟ على السبوره. فوسفور ده بيعمل بي او 4 فوسفات، ونترات بتيجي من النيتروجين ان او 3، وكبريت اس او 4. الثلاث املاح دول اللي بيحولوا الكربوهيدرات الى بروتينات. تمام يا عم معاك. ايه هي الاهميه الثانيه برضو للمغذيات الكبرى اللي انت بتقول عليها، اللي هي ليها اهميه كتير قوي ومفيده قوي للنبات؟ برضو الحديد اللي هو اف اي دوت مفيد قوي قوي قوي، لان دوت اللي بيعمل الانزيمات. ده اللي بيعمل ايه؟ الانزيمات. ده اللي بيصنع الانزيمات اللي هي بتسرع عمليه البناء الضوئي. الفوسفور دوت برضو ليه اهميه ثانيه، بيعمل ايه؟ الاهميه الثالثه بقى للمغذيات الكبرى. الفوسفور دوت اللي بيخش فيه تصنيع الاي تي بي. طبعا انت عارف اي تي بي ادينوزين ثلاثي فوسفات، زي ما انت اخدت فوسفات يعني جاي من فوسفور. ادينوزين ثلاثي فوسفات اللي هو اللي عمر الطاقه في النبات. طبعا ده مفيد قوي 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 قوي، ومن غيره النبات طبعا ما يعيش. فبالتالي المغذيات الكبرى اللي هي الملح الكبير دوت، اللي هي الملح زي كب مج نسكافيه دوت، مفيد قوي للثلاث اهميات دول. والنترات والكبريتات والفوسفات دول مفيدين لانه بيحول الكربوهيدرات الى بروتينات. وبرده الاف اي اللي هو الحديد دوت بيصنع الانزيمات. وطبعا موجود البي اللي هو الفوسفور دوت بيخش فيه تصنيع الاي تي بي دوت عمر الطاقه في النبات. الملح دوت هو السماد اللي بيحطوه الفلاحين في التربه عشان الزرعه تبقى خضره كده وفارده طولها وبتطلع ثمار وازهار وحلوه قوي. عندك بقى مغذيات سكره زي اللي موجوده عندك في الامثله بتاعت كتاب المدرسه، زي الالومنيوم مثلا، زي النحاس، زي الحاجات دي كلها. مغذيات السكره ديت بتخش برده في حاجه كده برده عشان هي سكره برده بتعمل اهميه كده برده على الماشي.
دي بتخش في تصنيع منشطات الانزيمات، اللي هي المنشط بتاع الانزيم اللي هو كان بيزود يعني ايه، كان بيقلل مده التصنيع ساعتين ثلاثه مثلا، انما الانزيم كان بيقلل مده التصنيع 10 ساعات مثلا. دي كلها امثله افتراضيه من عند الساعات دي، 8 ساعات و10 ساعات وساعتين، الحاجات دي كلها امثله افتراضيه عشان بس احاول اقرب لك الصوره. بعد لما خلصنا كل المعلومات اللي احنا محتاجينها في درس النهارده، تعالى بقى نخش نشوف الامتصاص بتاع الميه والامتصاص بتاع الملح بيحصل ازاي. بعد لما خدنا طبعا الخواص الفيزيائيه وخدنا امثله عليها وشرحناها باسهل الطرق، فدلوقتي عندنا امتصاص الميه بيحصل بطريقتين، بخاصيتين فيزيائيتين من اللي احنا خدناهم. بتحصل بايه؟ بتحصل بالتشرب وبالاسموزيه. اول حاجه التشرب، ليه؟ لان الشعيره الجذريه زي ما انت شايف كده، الشعيره الجذريه بتبقى عباره عن كده، حواليها ماده غرويه. يعني ايه ماده غرويه؟ مكتوب عندك في كتاب المدرسه الغرويه دي، اقول لك انا من البلد قبل ما اقول لك كتاب المدرسه، الغيره سمعت قبل كده في المسلسل بيقول لك ايه؟ دي لازقه بغيره. ليه؟ الغيره دوت ماده كده اي حاجه بتيجي عليها بتلزق فيها. دلوقتي طبعا التربه فيها ايه؟ فيها ميه، فبالتالي الميه لما تشوف الغيره او الماده الغرويه بتلزق كده في الماده الغرويه اللي هي حوالين الجدار بتاع الشعيره الجذريه. فبالتالي الماده الغرويه او الغيره ده مفيد، لانه اول ما الميه تشم ريحه غيره بتجري ورا الغيره وتلزق فيه، تجري ورا الغيره وبتلزق فيه. ودي بتعمل ايه؟ طبعا لما الغيره كده، لما الميه تتجمع حوالين الغيره كده وحوالين الجدار، فبالتالي الجدار يلاقي ميه، فبالتالي يعمل ايه؟ احنا اي جدار عارفين اللي هو بيتكون من ماده السليلوز، والسليلوز ده بيعمل ايه؟ مهم جدا في التشرب السليلوز تشرب اللي هو بنصنع منه المناديل. فبالتالي ايه؟ الجدار يبدا يتشرب كده، ايه؟ يبدا يتشرب الميه، يبقى كده في نقط 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 ميه كده على الجدار بتاع الشعيره الجذريه، ولا منها دخلت جوه الشعيره ولا منها في التربه، ما بين في الفاصل ما بين الفجوه العصاريه اللي موجوده جوه الخليه بتاعت الشعيره وما بين التربه. يبقى كده فاضل حاجه واحده علشان ندخل بقى ايه؟ الميه جوه الخليه اللي احنا قلناها. الميه طالما هنعمل انتقال للميه يبقى خاصيه اسموزيه. يبقى كده بعد ما الجدار بتاع الشعيره الجذريه يشرب الميه بالتشرب بالماده الغرويه اللي حواليها، يبدا بقى يحصل ايه؟ تدخل الميه من التربه كده لحد ما تخش جوه الفجوه العصاريه بالمنظر ده كده، تدخل كده من التربه لحد ما تخش جوه الفجوه العصاريه. فلما تخش جوه، ليه بتخش جوه؟ لان فعل الضغط الاسموزي اللي موجود جوه، الزن الاسموزي، الضغط يعني انا عايز ميه، انا عايز ميه، انا عايز ميه، فبالتالي يبدا يخش الميه من التربه جوه الشعيره الجذريه. خطوتين، خاصيه تشرب وخاصيه اسموزيه. علشان نعمل امتصاص الميه بيعمل اول حاجه تتشرب الجدر بتاعه الشعيره الجذريه، تتشرب الميه، وبعدين تخش الميه جوه بقى الفجوه العصاريه بتاعه الشعيره الجذريه بالخاصيه الاسموزيه زي ما احنا لسه شارحين من شويه. تعالى بقى نخش على امتصاص الاملاح. بتحصل بثلاث طرق، معلش انا كاتب طريقتين، نسيت الطريقه الثالثه اللي هي النفاذيه الاختياريه. النفاذيه الاختياريه، تمام؟ امتصاص الاملاح بيحصل بثلاث طرق. الانتشار، ليه الانتشار؟ انت بقى ذكي بقى، شغل دماغ. الانتشار عشان دوت عمليه انتقال الملح من التربه الى النبات، صح؟ اي حاجه فيها ملح بتنتقل يبقى انتشار، اي حاجه فيها ميه بتنتقل تبقى خاصيه اسموزيه. يبقى كده امتصاص الملح يعني انتشار الملح من التربه لحد ما يخش جوه الجذر وجوه الشعيرات الجذريه، ده بيحصل بعمليه الانتشار. والانتشار دوت ممكن بيحصل ازاي؟ الاملاح دايما موجوده في صوره يعني قبل موجوده في صوره مزدوجه، يعني NaCl ملح الطعام. تعال نكتب بالازرق علشان الاسود ايه مش شغال شويه. NaCl اللي هو ملح الطعام، ده بيبقى كده عباره عن كده، دوت بيبقى موجود ده سالب وبيبقوا متحدين مع بعض. هل ده ينفع يخش جوه الخليه كده؟ ده ينفع يخش كده جوه الخليه؟ لا، ده قابل، ده كده متزوج او زوج، دوت كده كبير قوي على الجدار بتاع الخليه، ده كده يعني ايه؟ مركب كبير مش هينفع يخش، لازم ايه؟ يتفكك ازاي؟ يعني الCl تبقى لوحدها والN ايه تبقى لوحدها، وبالتالي الCl تعرف تخش لوحدها جوه الخليه، والN ايه يعرف يخش لوحده جوه الخليه عادي بطريقه سهله قوي. مثال تاني مثلا عندنا MgCl2، كيمياء بقى يا جماعه، كيمياء. هل ينفع دوت يخش جوه الخليه كده بالمنظر ده؟ دي كده الخليه، هل ده ينفع يخش؟ لا مش هينفع يخش، فبالتالي لازم يتفكك ازاي؟ يبقى Mg كده بالمنظر ده كده و2Cl سالب. ليه بقى؟ علشان لما يخش جوه الخليه ده كده هيبقى مفرده يخش لوحده وده يخش لوحده. الجدار مش بيسمح يعدي المركب اللي على بعضه، لازم يحصل تأين، دي كده اسمها عمليه تأين. كل دوت كيمياء يا جماعه، كل ده كيمياء، عشان كده ايه بقوله بسرعه علشان دوت مش علم احياء اساسا. فالام جي سي ال 2 دوت بيتأين الى ام جي موجب 2، وطبعا 2 سي ال سالب، والاثنين بيخشوا جوه الخليه بكل سهوله. يبقى كده عمل عمليه انتشار للاملاح من التربه الى الوسط بتاع الشعيره الجذريه. كده طريقه من طرق الانتشار اللي بتنتقل الملح من التربه الى الشعيره الجذريه. في بقى طريقه ثانيه بيحصل ايه برضه على نفس الشعيره الجذريه ديت، بيحصل ايه؟ بيحصل عمليه تبادل، يعني بتبدل. مثلا هنا في كي كتير وهنا في ايه كتير، فمثلا ايه يخش جوه الكي يطلع بره، او العكس يحصل ايه؟ تبادل للايونات، تبادل للايونات، تبادل كده.
فاللي جوه كتير يطلع واللي بره كتير يطلع، يعني ايه يحصل تبادل. عندي مثلا جوه الشعيره الجذريه هنا في بوتاسيوم كتير، وهنا بره في التربه في صوديوم كتير، فيقول لك ايه يلا بينا نبدل، يلا نبدل، يخش الصوديوم مكان البوتاسيوم والبوتاسيوم يطلع بره والصوديوم يخش جوه، او يحصل العكس براحتهم. هم الاملاح بيظبطوها مع بعض بقى في الشعيره وفي التربه بيظبطوها مع بعض، هل انت محتاج ان ايه كتير ولا انا محتاج بوتاسيوم كتير، بيظبطوها مع بعض. طرق الانتشار بتاعت الملح بيحصل بطريقتين، تأين وبيحصل بالتبادل. تاني حاجه بقى امتصاص الاملاح بيحصل بيه خاصيه اسمها النقل النشط. يعني ايه نقل النشط؟ تعالى بقى نجيبها هنا كده بره. النقل النشط ده بيحصل لما ينتقل حاجه من وسط قليل لوسط كتير، كده بالمنظر ده كده بيطلع. احنا خدنا الانتشار من وسط كبير لوسط قليل بيحصل كده، بينزل. الخاصيه الاسموزيه برضو من وسط كبير لوسط قليل بينزل. انما اول مره نشوف حاجه من حاجه قليله، حاجه فقيره، حاجه قليله تدي لحاجه غنيه. اديك مثال بسيط قوي. في شخص غني معاه ملايين، شخص فقير معاه كام جنيه. هل يعقل الفقير يدي الغني؟ هل يعقل؟ لا ما يعقلش. بالتالي هنا حصل حاجه عكس القانون بتاع اللي موجود في الدنيا. هنا الفقير بيدي الغني. ازاي الفقير بيدي الغني؟ مثلا تعالى نفترض كده قصه هزليه لا تمت للواقع بصله. الغني عايز يعمل مشروع بمليون جنيه و10 جنيه، مليون و10 جنيه. هو معاه مليون بس ناقص له 10 جنيه. راح للفقير قام سحب منه 10 جنيه. ليه؟ ازاي يسحب مني 10؟ يا عم انا المشروع بتاعي بيتكلف مليون و10 جنيه، انا عايز 10 جنيه بتاعتك دي، انا عايزها. انا اذا كان انا فقير معايا 10 جنيه بس هي اللي في جيبي، انت هتاخد 10 جنيه اللي معايا بس؟ هاخدها. طبعا نطبق الكلام على الزرع برضه هكذا. بيحصل ايه؟ بيحصل، تعالى نكتب هنا مثلا دلوقتي هنا عندنا ايه؟ ده النبات، ده النبات، وده كده التربه. النبات عشان مثلا يعمل بناء ضوئي محتاج 10 اف اي اللي هو 10 حديد، والنبات معوش غير 9 بس. محتاج قد ايه؟ محتاج واحده. طيب يا تربه هل عندك حديد؟ تقول له عندي. عندك كام حديد؟ قال لي عندي 2 حديد، 2 اف اي بس. قال لي خلاص انا هاخد من التربه واحد. ايه ده؟ تنتقل الحديد الى النبات اللي هو النبات اساسا معاه 9 والتربه معاها 2. هل يعقل ان التربه تدي النبات؟ ما يعقلش. ولكن بيحصل بس في حاله النقل النشط. بيحصل في بعض انواع النباتات زي النبات نتلا، اسمه نتلا، موجود في بركه. نبات غني قوي، غني قوي بجميع العناصر، والبركه برضو ضعيفه قوي فقيره ما فيهاش عناصر، ولكن بيحصل فيها عمليه برضو نقل نشط. بتستخدم ايه؟ تستخدم اي تي بي، طاقه اي تي بي عشان تحصل العمليه ديت، ويشفط اللي هو محتاجه من التربه اللي هي الفقيره، وياخد النبات الغني اللي هو موجود عنده كل العناصر عاليه قوي 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 عشان يحصل العمليه ديت كده. طبعا دي عمليه ضد قوانين الطبيعه اللي احنا عايشين عليها، فبالطبع لازم تضحي، لازم تدفع ايه؟ هي عمله الطاقه، عمله الطاقه اللي هي الاي تي بي، هي لازم تدفع طاقه علشان تبدا تسحب اللي هي محتاجاه من التربه. لكن احنا فهمنا النقل النشط ان هو بيحصل عكس اللي بيحصل في الدنيا كلها، وعكس الطبيعي اللي بيحصل. اللي هو الطبيعي اللي بيحصل منين؟ من العالي بيدي الواطي، الغني بيدي الفقير. انما النقل النشط طلع الفقير بيدي الغني. كل حاجه بالفلوس بتمشي، كل حاجه بعمله الطاقه اللي هي الاي تي بي بتمشي، كله بيمشي. يبقى كده الامتصاص بتاع الاملاح بيحصل بالانتشار اللي هو ايه؟ يتأين يتبادل. تأين ايه؟ تأين ان اي سي ال، ان اي لوحدها وسي ال لوحدها ويخشوا كده فردانيين. اما التبادل بيحصل تبادل ما بين الان اي والكي، اشهر تبادل بيحصل في الكون عامه في اي خليه. الان اي يطلع والكي تخش، او العكس. النقل النشط بقى الفقير بيدي الغني، بيحصل فيه حالات، في بعض الحالات المعينه زي امثله كتاب المدرسه اللي مكتوب عندك. تحلب النتله تحلب غني قوي وعايش في تربه فقيره، فبالتالي المفروض الغني يدي الفقير، ولكن هنا بيحصل العكس، ان التربه تدي الزرعه. وطبعا اخر خاصيه معانا اللي هي النفاذيه الاختياريه، ودي مش هقول عليها حاجه لان لسه شارحها من شويه. يبقى كده الامتصاص بتاع الماء خلص، والامتصاص بتاع الملح خلص، والدرس كله خلص. يا رب يكون الدرس عجبك، ويا رب تكون فهمت. واي حاجه مش فاهمها لازم تبعت لي على الجروب على طول فورا، وانتظر ان شاء الله باذن الله فيديو الحل، وانتظر باذن الله الحصه الجايه. فلازم تعمل اشتراك تحت في القناه وتفعل زر الجرس علشان لما اعمل الحصه الجايه يجيلك على طول اشعار اول واحد ان انا عملت لك الحصه. ولازم تخش تشوفها فورا وتذاكر معايا اول باول علشان ما توقعش حصه، عشان كلنا باذن الله هدفنا ان احنا ناسس نفسنا لثالثه ثانوي، لان دي السنه المهمه اللي احنا كلنا بنحلم ان احنا نجيب فيها مجموع. يا رب تكونوا فهمتوا كل حاجه في درس النهارده. لو مش فاهمين اي حاجه ابعتوا لي وما تكسلوش انكم تبعتوا لي. بس كده دي كانت حصه النهارده في التغذيه، وانتظرونا باذن الله الحصه الجايه. كان معاكم خيرو، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.